السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله احنا هنكمل السلسله بتاعتنا. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن العربيات في رينج من 100 لحد 300 الف. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن العربيات من رينج 300 ل 500 الف. جايب لك حوالي 10 او 11 شركات مختلفه، وما تنساش دعمك لينا بلايك جميل من ايديك الحلوه واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش معانا، عشان طبعا شرف كبير جدا ليا انضمام حضرتك في القناه معانا. النهارده ان شاء الله اول عربيه هنتكلم عنها هي التويوتا كرولا. التويوتا كرولا بتتراوح سعرها من 2004 ل 2006 من 390 ألف ل 450 ألف جنيه، ومن 2007 ل 2009 العربية دي بيتراوح رينجها من 460 ألف جنيه لحوالي 500 ألف جنيه. برضه هقول لك عن فئه تانية في التويوتا كرولا اللي هي اليارس. العربيه بقى التويوتا اليارس بتتراوح سعرها من موديل 2006 ل 2009 من 350 الف لتقريبا 400 الف جنيه. فهنشوف العربيه اللي بعد كده زي ما قلت لك اللي هي البيجو 301. العربيه دي بيتراوح سعرها من 2016 ل 2019 من 450 ل 500 الف جنيه. بعد كده بقى الكيا سيراتو هنتكلم عليها، لان العربيه دي معشوقه الجماهير، وفي ناس كتير جدا اول ما بتفكر برضه بتفكر ان هي تشتري الكيا سيراتو من موديل 2006 ل 2009. العربيه دي بيتراوح رينجها من 390 ل 450 الف جنيه، ومن 2009 ل 2010 بتكون العربيه دي تقريبا من 450 لحد 500 الف جنيه. وبرضه الاسعار دي بتكون بلس ماينس 10 20 الف جنيه عشان السوق طبعا مش مستمر. انا بقول لك بسعر اليوم تقريبا النهارده، وطبعا العربيات بتفرق على حسب الحال، اكيد الناس عارفه معلومه زي دي. طيب هنشوف العربيه اللي بعد كده وهي نيسان صاني. النيسان الصاني طبعا عربيه ما شاء الله منتشره جدا، ولكن هي الصاج بتاعها بيكون خفيف، فلو انت بتحب الجري والمغامرات والحاجات دي ما انصحكش خالص ان انت تشتري العربيه النيسان الصني، لان العربيه دي كانت عامله حادثه قريب في المنوفيه في وسنا، كانت واقعه من على الكوبري، العربيه نزلت متدشمله. العربيه دي تقريبا من 2015 ل 2017 من 380 الف لحد 420 الف جنيه، ومن 2017 ل 2020 من 420 لتقريبا 500 الف جنيه. العربيه اللي بعد كده وهي عربيه مش مشهوره قوي، يعني معظم الناس مش عارفاها لانها مش منتشره، واكتر الناس اللي بتحبها هي البنات، لان العربيه دي صغيره ولكن فيها اوبشن ما شاء الله كتير جدا. لكن العربيه دي ما شاء الله محترمه جدا وعربيه الماني. العربيه دي هي اوبل كورسا، والعربيه دي بتكون من 2013 ل 2015 تقريبا بيتراوح سعرها من 430 الف جنيه لحد 500 الف جنيه. العربيه اللي بعد كده برضه وهي عربيه محترمه جدا والناس كتير جدا بتحبها، العربيه دي هي سكودا اي 5، والعربيه دي بيتراوح سعرها من 2006 ل 2008 تقريبا من 450 ل 500 الف جنيه. العربيه اللي معانا بعد كده وهي الرينو اللوجان، والعربيه دي من 2016 ل 2020 سعرها تقريبا بيتراوح من 400 ل 500 الف جنيه. العربيه اللي معانا بعد كده وهي السوزوكي الاسبريسو مش القهوه. العربيه دي من 2021 ل 2022 تقريبا بيتراوح سعرها من 340 الف جنيه ل 370 380 الف جنيه. خلينا نشوف العربيه اللي بعد كده وهي البي واي دي. العربيه دي تقريبا من 2017 ل 2019 بتتراوح سعرها من 300 ل 350 360 الف جنيه، ومن 2019 ل 2022 تقريبا بيتراوح سعرها من 360 الف جنيه لحوالي 400 الف جنيه. وبرده العربيه دي بيتراوح سعرها من 2022 ل 2024 من 400 الف جنيه لتقريبا 500 او 480 الف جنيه، ومن 2019 ل 2022 العربيه دي بيتراوح سعرها من 360 الف جنيه لتقريبا 420 الف جنيه، ومن 2022 ل 2024 العربيه دي تقريبا بيتراوح سعرها من 430 الف جنيه لحد 500 الف جنيه او 490 الف جنيه. هنشوف بقى العربيه الاخيره معانا وهي الاوبترا، والعربيه دي هقول لك على رينج سعرها في الشكل القديم وفي الفيس ليفت اللي موجود النهارده اللي هو التجميع المحلي. العربيه دي من 2008 ل 2010، العربيه دي شكلها ممتاز جدا، تقريبا سعرها من 310 ل 350 الف جنيه. العربيه كمان من 2010 ل 2013 بيكون سعرها من 360 لحوالي 400 الف جنيه. ولكن تعالى اما نشوف بقى اخر حاجه معانا وهو الفيس ليفت من 2015 ل 2018. هتلاقي العربيه دي سعرها بيقل شويه لان الفيس ليفت ده بيكون سعره قليل، فتلاقي ال 2015 عندك بتبدا من 350 الف جنيه لحد ما نوصل مثلا ل 2018 2019، وممكن 2020 كمان يركبك لحد 500 الف جنيه. وبكده تكون انتهينا من الحلقه بتاعت النهارده. يا ريت ما تنساش دعم حضرتك لينا بلايك جميل من ايديك الحلوه، واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش معانا. كان معاكم اخوكم محمد عثمان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.